الشبكية الفرنسية تاني. تعالوا نشوف. بصوا يا جماعة، الشبكية الفرنسية مشكلتها إن هي باروكة. يعني إيه باروكة؟ يعني حاجة ما بتدينيش ناتشرال لوك، يعني حاجة فيها كمية كبيرة من الخداع. يعني مثلا لو أنا راجل شاب ورايح أتقدم لواحدة وحاطط الشبكية الفرنسية دي بشكل كويس جدا، جت في يوم من الأيام شلتها، تحصل مشكلة كبيرة. بس تعالوا نتكلم من الناحية الطبية. الناحية الطبية المشكلة فيها في إيه؟ الشبكية الفرنسية دي بتيجي فكرتها يا جماعة إن أنا بحلق الشعر، كل المنطقة دي بحلقها 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 عشان أخلي فروة راس كل دي ظاهرة. تمام. وبعد كده بلزق الباروكه دي بماده صمغيه شويه. الماده الصمغيه دي ممكن تعمل مشكله من اتنين، يا اما ان هي تعمل حاجه اسمها اكزيما وتعمل كونتاكت ديرماتيتس وتبوظ فروه الراس وتعمل فيها التهاب فتبوظ البصيلات الموجوده بالفعل قبل الزراعه، او انها تسبب ان مسام الجلد دي تتقفل خالص وتبقى الفروه الراس شكلها مش صحي، وتعمل حاجه اسمها ديرماتيتس نجلكت. زي الناس اللي ما بتغسلش وشها كويس وما بتغسلش جسمها كويس، بيطلع عليها بعض القشور كده في جسمها يبقى شكلها مش كويس خالص. فدي من عيوب الشبكيه الفرنسيه. النقطه الاخيره والاهم بالنسبه لي في موضوع الشبكيه الفرنسيه هي موضوع الحرمانيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. فالحاجه اللي بيخش فيها حكم الوصل لازم نراعيها شويه ونعرف ان هي ممكن يكون فيها جانب من الحرام، الا لو كانت لظروف خاصه زي بعض الناس اللي عندهم او بعض السيدات اللي عندهم مشاكل كبيره جدا جدا وبتستفتي فيها يعني. بس بعيدا طبعا عن الناحيه الدينيه عشان هي مش بتعجب كل الناس، الا ان انا ما برشحهاش لانها في الاخر خلاص مش بتدينا الشكل الطبيعي، ولا اللقطه الطبيعيه، ولا احساس ان شعرك بيطول وبتحلقه، ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. ففي النهايه خالص مفيش حاجه احلى من الطبيعي.